طيب واحده واحده كده، هو احنا ليه بدأنا بخالد عبد الفتاح وما لعبناش بعمر كمال عبد الواحد؟ خلاص طيب بلاش عمر كمال عبد الواحد وبلاش خالد عبد الفتاح. طب ليه انت قدام ما لعبتش بريدة سليم بدل بيرسي تاو؟ طب ما بيرسي تاو اصلا يعني كل الناس في مصر عارفه ان بيرسي تاو عايز يروح الزمالك او عايز يمشي من عندك، مش عايز يلعب اصلا، فهو ما بيدكش. هو بقاله قد ايه بيلعب ما فيش حاجه بتخرج منه، ما فيش منه اي رجا. فانت بتلعبه ليه؟ طب ما تدي رضا سليم فرصه. طب كوكا اللي بيلعب ليه عمرو السولية ما لعبش بداله؟ يعني ليه ما لعبتش بعمرو السولية ومروان عطية وقفشه؟ فاللي انا عايز اقوله، انت بالطريقه ديت لو لعبت قدام اورلاندو بايرتس انت هتخسر. انت لازم تكون دارس الفرق. انا شايف ان انت مع الدوري، شايف ان طريقتك مختلفه، شايف ان انت ما بتذاكرش، شايف ان انت ما بتدرسش الخصم بتاعك كويس. ده تاني تعادل ليك، خلي بالك، ده تاني تعادل ليك مع الاتحاد السكندري والبنك الاهلي. وانت ما مش في دماغك انت الدور ده 9 مباريات، هتلعب 9 مباريات الدور الجاي. خلي بالك انت الدوري ده خادع جدا، وممكن الدوري يروح منك بالطريقه اللي انت بتستهتر بيها بالفرقه بتاعه الدوري ديت. اما بالنسبه بقى لابراهيم عبد الجواد، كان قال حاجه قبل ماتش الاهلي، حاجه انا مستغرب لها جدا. يعني لعيب زي اسامه ابو علي، هو عمل مقارنه بين اسامه ابو علي وبين محمود عبد المنعم كهربا. طب هو دلوقتي اسامه ابو علي مصاب وبره التشكيل، وكهربا مفيش غيره هو اللي بيلعب، انت طالع تعمل مقارنه ليه قبل المباراه؟ هو احنا انت بتعمل المقارنه دي علشان ايه اللي وراها؟ يعني انت عايز ايه؟ انتوا بتهدوا اللاعب. يعني بدل ما يبقى ما فيش غير هو المهاجم دوت، المفروض ان احنا ندعمه ونقف في ظهره. لا احنا مش هندعمه. طب خلاص اسكت. لا احنا مش هندعمه، ولا وهنهده كمان، وهنعمل مقارنه ما بينه وما بين وسام ابو علي، ونقول اصل الاثنين لعب 24 مباراه الموسم اللي فات، ففيهم وسام ابو علي جاب 19 جول في ال 24، وكهربا لعب 24 جاب منهم 13 جول. والكابتن عماد متعب قاعد ما بيتكلمش وما بيعلقش، ما بيقول ايه الصح ولا ايه الغلط، ولا بيقول ان المفروض ان هو المقارنه دي ما تتعملش في وقت زي دوت. بس انا بصراحه عاتب عليك يا كابتن عماد، مش عشان الموضوع ده بس، في كام موضوع تاني انت بتطلع تتكلم فيهم. فانا مش عارف بصراحه انت دلوقتي دماغك فيها ايه وبتفكر في ايه. اتمنى اللي يكون اللي في دماغي مش صح. السلام عليكم ورحمه الله.